تفتكروا في فوائد صحية للشاي بلبن؟ أولا خلينا متفقين إن الشاي سواء كان شاي عادي أو شاي أخضر الاتنين ليهم فوائد صحية كتير جدا وغنيين جدا بالفلافونويدز، ودي مضادات أكسدة. دي بتقاوم التأكسد والجذور الحرة أو الفري راديكالز اللي مع الوقت بتسبب أمراض مزمنة. وطبعا الشاي الأخضر أغنى شوية بمضادات الأكسدة من الشاي العادي. وخلينا برضو متفقين إن اللبن مصدر مهم للكالسيوم والبروتين وكمان البوتاسيوم. طب ولما بنخلطهم مع بعض ايه بقى اللي بيحصل؟ والله في بعض الدراسات بتقول ان بروتين اللبن بيقلل من خصائص الشاي المضادة للأكسدة وبيمنع امتصاصها. دراسات تانية بتقول لا ده مش بيحصل. من الآخر مفيش معلومة مؤكدة بتقول ان خلط الشاي باللبن ليه تأثير إيجابي أو سلبي قوي. ولكن خليني أقول لك نصيحتين من أرض الواقع كدكتور التغذية. ما ينفعش تعتمد انك تشرب شاي بلبن كتير وان ده بديل للمية، لان كتر استهلاكك للشاي بلبن ستيل هو فيه كافيين فبيسرع خروج الميه من جسمك، فمش بيخلي الجسم يستفيد بالميه اللي بتتشرب، فممكن يسبب لك جفاف لو بتستهلكه كتير جدا لان الكافيين مضر للبول. وتاني نصيحة ان الشاي بلبن ستيل يا جماعة فيه كافيين، فالناس الكافيين سنسيتيف اللي دماغهم خفيفة دول اللي بيفوقوا من اي شوية كافيين ما يشربوش المشروب ده قبل النوم ب6 ساعات عشان ما يسبب لهمش أرق. اكتب لي في الكومنتس بقى، بتشرب كم مرة شاي بلبن في اليوم؟